السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هحضر معاكم فطار اليوم العاشر من رمضان. الصراحة انا كنت محتارة هعمل ايه النهاردة فعندي الحمد لله الخزين يعني اللي انا كنت عاملاه لشهر رمضان. معايا هنا كبدة. دي كان كبدة يعني لوحدها. ودي كانت عبارة عن فشة وقلب وحاجات من ديك. وهنا معايا برتقان اللي هو بالجزر اللي انا كنت مخزناه برضه معاكم. وهعمل مكرونه النهارده بالصلصه. الاول بسيح اهو السمنه عشان اعمل الصلصه بتاعه المكرونه بالشكل دوت. ومعايا هنا بصلايه بخرطها اهو بالشكل ده. تتحمر بس معايا واحط لها معلقه الشطه، لان معلقه الشطه دي بتخليها تتحمر على طول وبرضه ايه بتنشفها. باحب يعني أحط الشطة مع البصلة بالشكل ده. معايا هنا فصين توم مهروسين. طبعًا عاوزة تعمليها بالتوم. في ناس بتحب الصلصة بتاعة المكرونة بالتوم، وممكن تعمليها بالبصل والتوم عادي اللي أنتِ عاوزاه اعمليه. معايا هنا البصلاية كانت داخلة على تحمير أهو بالشكل ده. ومعايا هنا هاحط لها التوم. طبعًا أنا باحط التوم في الآخر خالص قبل ما البصلاية ما تحمر، عشان التوم ما بياخدش وقت وممكن إن هو يتحرق ويسود معايا على طول. ومعايا هنا معلقة الشطة بانزل فيها كده عشان إيه ما بتاخدش وقت في الشطة، بتنشف البصلاية على طول وبتديها التحمير على طول. كانت هنا معايا خلاص اتحمرت معايا بالشكل دوت. ومعايا هنا التوابل باحضرها، باحطها برضو معاها لأن أنا عندي كيس الصلصة برضو كنت مخزناه بالفريزر. فدي أكلة سريعة يعني إيه تتعمل على طول. دي معاكي ملح وكمون وكزبرة، وطبعا احنا حطينا الشطة. باحط برضو ايه معلقة قرفة صغيرة ديت بتخلي التقلية او الصلصة برضو ايه تقيلة ولونها مغمق شوية تبقى طعمها حلو. هنا بسيب بقى الكيس ده بالشكل دوت وهي بتسيح مع نفسها. ويا دوبت ايه بتأكد ان في نسبة سوائل في البصل عشان ما يشطش مني ويتحرق. باسيبها هنا بقى تتحمر معايا. وهنا كانت خلاص معايا الكبدة فكت اهو بالشكل ده. لو مستعجلة عليها يعني انا كنت حطاها بمية، بس انا عشان كنت هعمل اكلة يعني غير الاكلة فكنت مستعجلة، فما حصلش يعني نصيب واضطريت ان انا اعمل الاكل ده. هنا معايا السمنة وبنزل فيها بالكبدة بالشكل ده زي ما عملت مع كيس الصلصة. بسيبها تفك برضو اهو يعني بديها برضو ايه هي بتفك مع نفسها. بوطي النار خالص وهي ايه بتفك مع نفسها. معايا هنا معلقتين من الصلصة اللي هي المعلبة. ومعايا هنا الصلصة كانت خلاص معايا اتسبكت. انا سبت الطماطم او كيس الصلصة اللي هو المتلج فك مع نفسه براحته واتسبك يعني ايه ما بياخدش برضو وقت معاكي. اهم حاجة ان الحاجة تكون موجودة عندك يعني في البيت بتنفع. ومعايا هنا برضو زي ما انتم شايفين كده انا وطيت على الكبدة وسبتها مع البخار هي كده فكت. ببدأ ان انا افكها بالشكل دوت وصفت المية اللي فيها، بس ايه اقلبها اشوحها كده لحد ما لونها ياخد تشويحة بالشكل ده. والمية برضو ايه تشرب المية بتاعتها اهو بالشكل ده. هي بتشرب ميتها بتصفي المية اللي فيها. طبعا بتوطي النار عشان لو النار عالية ما بتلزق في الحلة وممكن تتحرق. هنا معايا بقى ايه 3 مكعبات كده سمنة اللي هي الزبدة. باحب أعملها مع المكرونة بيديها طعم وبنفس الوقت إيه بتبقى حلوة يعني في المكرونة. معايا هنا المَيّة بتاعة سلق المكرونة باحط معلقة ملح. ومعايا هنا المكرونة اللي هاعملها سباجيتي اللي هي الطويلة. أي نوع مكرونة أنتِ عندِك أو متوفر عندِك بيبقى حلو برضه بالصلصة، بس إحنا بنحب أكتر اللي هي السباجيتي. بانزل هنا بقى بالكمية اللي عندي. أنا هنا عملت كيلو لأن برضه عندي أولادي ممكن بيحبها بالسكر يعني تبقى مسلوقة، وفي اللي بيحبها بالصلصة. معايا هنا خلاص كانت المكرونة استوت وهعملها تحت الحنفية بنصفيها يعني. وهنا معايا الكبدة كانت شربت ميتها اللي هي صفيتها.
واتشوحت معايا بالشكل ده، باجيب لها بقى التوابل بقى فلفل أسمر وملح وكمون، وأروح نازلة فيها مقلباها ومحمراها حلو بالسمنة. وقلبت هنا المكرونة بالصلصة زي ما انتم شايفين كده، كان طعمها ما شاء الله، يعني كانت حلوة وطعمها حلو، ويا رب يكون عجبكم. دي حاجة كانت سهلة وبسيطة وسريعة بنفس الوقت. وكمان معايا الكبدة هنا، ما عايزة تحطي لها فلفل بصل، وقت يعني زي ما انت حابة تعمليها، دي حسب ذوقك انت، بس احنا بنحبها يعني حمرا، يعني كده تبقى نشوة تبقى حلوة. هنا بقى اعمل معاكم اول مرة كنافة اللي هي اليدوي، او اللي هي الكنافة البلدي، تبقى سهلة جدا وابسط طريقة، وطعمها بيبقى برضو بيبقى تحفة وجميل. بنعملها على طول. هنا بنزل بالسمنة، وبقطع الكنافة بالشكل دوت، وابدأ ان انا اقلبها بالسمنة بالشكل ده. بتبقى اكلة سهلة جدا، وبنفس الوقت طعمها كمان يمكن احسن من الكنافة اللي هي الآلي، وسريعة جدا. معايا بقى هنا هحضر السكر بالشكل ده، وابدأ ان انا ارش عليها واقلبها لحد ما افضل ايديا فيها بالتقليب، لانها مش عايزة تحمر او تنشف، وبنفس الوقت السكر ما يتحرقش مني ويركن في الصينية. ايديا بالتقليب كده لحد ما ما السكر السخونة او من الحرارة بيسيح، بيبقى عامل زي العسل. يعني هي منها فيها كده تلاقي تشرب السكر، برضه مبيبقاش فيه مقرمشة وكده من السكر، وبتشرب السمنة وتبقى معاكي كده حلوة، وبالهنا والشفا. هنا كنت بقلب فيها، ايديكي فيها يعني على طول. هي برضه ما بتاخدش وقت، انا كده كنت بعملها يعني معاكم كده. كانت خلاص السكر معايا شربت السكر، يعني مبقاش فيه سكر ظهر قدامي، وكده كانت جاهزة للأكل. هي سهلة جدا وجميلة جدا في طعمها، واحنا بنحبها وكله يعني. طبعا احنا بنستنى رمضان عشان ندوقها. ويا رب يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.